يا مساء الجمال عليكم، يا رب تكونوا بخير. كلامي معاكم النهاردة معلومة كده على الماشي بالنسبة لقدرة الجهاز المناسبة للغرفة بتاعتك. يعني لو حابب تركب جهاز تكييف للغرفة بتاعتك، ايه التكييف المناسب او ايه القدرة المناسبة او بنعرفها ازاي؟ مبدئيا انا عشان اقدر احسب الجهاز اللي هيركب في الغرفة بتاعتي لازم احسبه عن طريق الطول والعرض. يعني الطول الأوضة الطول في كام، كام في كام. تمام، يعني ايه كام في كام؟ يعني ممكن احسب المساحة طول في عرض، 3 متر مثلا في 3، او 3 في 4، او 5 في 5 كده. المهم ان المساحة معايا بتبدأ من 12 متر وانت طالع. يعني ال 12 متر دول هياخد معايا جهاز 1.5 حصان. كل ما بزود في الأمتار بتاعة الغرفة، كل ما بدل ما بيبقى 1.5 يوصل ل2.25، 3 حصان، 4 حصان. فقدرة ال1.5 معايا بتبدأ ب12 متر. فلو أنا هزود قدرة عن كده، أو الأوضة مساحتها هتزيد عن كده، وليكن هتوصل بدل ال12 متر توصل مثلا ل18 متر، فهنا هقول 2.25 حصان. ولكن 1.5 حصان مش هقدر ان انا اركبه في اوضة مساحتها فوق ال 12 متر، علشان هيبقى التبريد قليل. على مدار الكام سنة اللي جايين. ممكن يبقى في بداية ان هو لسه جديد يبقى شغال معاه كويس، ولكن بعد كده بيبدأ يضعف مع الوقت. ده بجانب ان انا بحسب الغرفة، وسواء الغرفة دي في دور أرضي ولا في دور تاني ولا في دور تالت. فده مهم جدا. ليه مهم جدا؟ عشان الغرفة دي لو هي في دور أرضي، يعني فوقها دور أو دورين، غير لما تكون هي في آخر دور. يعني ده بيختلف. في آخر دور يعني السقف لوحده شبعان من الشمس طول اليوم. درجة الحرارة بتاعت الشمس طول اليوم متسلطة للسقف، غير الجناب. الجنب بتاع الحيطة دي أو الجنب بتاع الحيطة دي بيأثر في الحرارة بتاعته داخليا. فده بيخلي الجهاز لو هو مساحته 1.5 حصان على قد الغرفة، والغرفة دي موجودة في آخر الدور، والشمس ضاربة فيها من الاتجاهات كلها، فده بيخلي التبريد يبقى قليل مش بشكل كويس. ما بيخليش الكفاءة تبقى مظبوطة. فبيخليني أحس إن أنا ركبت التكييف في المكان الغلط، أو ركبت التكييف القدرة الغلط في المكان اللي المفروض تبقى غرفته. بس ما عملتش حساب إن في إن في سطح، في شمس ضاربة في السقف طول اليوم، إن في جناب كده مفيش عندي جار يمين أو شمال يحمي الظهر شوية من الشمس. فالعوامل دي بتأثر، بتخليني إن أنا بدل ما بركب جهاز 1.5، أضطر إن أنا أعلي القدرة علشان تحسبا لدرجة الحرارة اللي طول اليوم موجودة. ده بالنسبة لقدرة الجهاز. طب خليني إن أنا جبت الجهاز وشغلته وفضل شغال عندي فترة وكده، وبدأ التبريد بتاعه يقل شوية في شوية. لازم أنا كعميل أو كحد موجود عنده تكييف، يا إما بتعامل مع شركة صيانة، يا إما بتعامل مع فني أعرفه بتصل بيه، بيجيلي مثلا مرة في الشهر في خلال الصيف. أقدر أطمن على التكييف بتاعي من حيث إن هو مغسول من بره، ومن حيث إن هو مروحته شغالة كويس من بره، ومن حيث إن فريونه مظبوط، ومن جوه نفس الكلام شغال كويس. مفيش تراب خانق على السربنتينة، مفيش تراب خانق على المروحة من جوه. فأنا بالنسبة لي أنا كحد عندي التكييف ده، كشخص التكييف ده موجود عندي في الغرفة، وعايز أعمل له الصيانة بتاعته اللي هي الشهرية اللي أنا أبقى متعود عليها كل فترة. حاجة أنا بعملها بنفسي. فأنا عندي أول حاجة الفلتر بتاعي من جوه. طبعا بيبقى عندي معلومة إن بشيل الفلتر إزاي وأغسله وأركبه تاني. دي معلومة. المعلومة التانية بيكون عندي معرفة بإن لو هغسل الوحدة الخارجية من بره هغسلها إزاي، سواء بمية أو يعني بمية وجردل كده، يا اما لو في عندي خرطوم والخرطوم ده ضغط عالي، ازاي اقدر ان انا اغسل الوحدة الخارجية بالخرطوم، بحيث ان انا ما بغسلش كتير بس بغسل بالكمية تخليني انزل التراب اللي موجود في السربنتينة اللي بره. والتراب ده هو اللي بيعمل خنق
للوحدة اللي بره عشان الجهاز ميبقاش شغال كويس. فأنا عندي العامل الأولاني القدرة